خلينا نشوف ازاي ممكن اعلمك حركة الفري ستايل دي في 3 دقايق. اول حاجة احنا هنقسم الحركة دي ل4 حركات. اول حركة كأنك تدوس على الكورة برجلك اليمين وتنط لقدام برجلك الشمال، وفي نفس الوقت ترجع الكورة لورا بالشكل ده. حاول تتمرن عليها ببطء الاول، وبعد كده ابتدي زود السرعة تدريجيا. كل الفكرة ان عايزك تقدر تقف على رجل واحدة وتنط لقدام بالشكل ده. تاني حركة وهي انك تزق الكورة بزاوية 45 درجة في اتجاه رجلك الشمال بالشكل ده. وهنا الحركة بسيطة جدا، كل اللي انت محتاجه انك تقدر تعمل بالانس لجسمك وانت واقف على رجل واحدة وتزق الكورة بالشكل ده. تالت حركة وهي تكملة للحركة اللي فاتت، وهي انك بعد ما تزق الكورة بزاوية 45 درجة ناحية رجلك الشمال تلحق الكورة برجلك الشمال وتزقها تاني ناحية رجلك اليمين بالشكل ده. خد بالك وانت بتلحق الكورة وبتزقها لرجلك اليمين تاني، هي انك تزق الكورة من ورا رجلك مش من قدام. هنا انا بزق الكورة من قدام رجلي وده غلط، ما تعملش كده. الصح انك تزقها من ورا رجلك بالشكل ده. اخر حركة معانا هي انك تعمل نفس الحركة رقم 1 تاني، ترجع لاول وضع بالشكل ده. انا عارف انك تتلخبط فيها وان مخك لسه مش واخد على الحركة، انا كنت زيك كده بالظبط، بس مع التمرين الكتير وانك تبتدي تعمل الحركة ببطء الاول وبعدين تبتدي تزود السرعة تدريجيا، هتلاقي مخك وعضلات رجلك قادرة تنفذ اللي انت طالبه منها. كل 4 حركات مع بعض هيبقوا بالشكل ده. خليني اقول لك ان القناه هنا للناس اللي مهتمه انها تطور كنترولها في كره القدم، فلو انت مش من الناس دي اقفل الفيديو ما تكملش فرجه، لكن لو انت من الناس دي روح اعمل سبسكرايب دلوقتي عشان تتابع كل جديد. وممكن كمان تدخل الحركه دي مع حركات تانية زي البيزك سويتش بالشكل ده. ولو ما اتفرجتش على فيديو حركة البيزك سويتش هيظهر لك فوق دلوقتي، روح اتفرج عليه. واسيبكم مع فاصل من الفري ستايل. سلام عليكم.